شو رأيك نحكي الجروب ونعمل حفلة؟ وين كنتوا وقت الحادثة؟ كيف كان شكل الدعوة اللي بعتيها للكل وشو كان مكتوب عليه؟ ظرف الدعوة كمان كان لونه أبيض. سمعت في حدا بالغرفة اللي جنبنا عم يقول رح أقتله. والشخص كان حازم. اوكي لين بالفيلا. آدم 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 وين سرحان؟ شو نعرف عن لين؟ ليه هو ليه؟ أنا مش فاهمة شو عم يصير. أنا بدي ألاقي المجرم أكتر مما أنت بدك تلاقيه. كنت معجبة فيه كتير مع إنه ما كان معبرني، بس مع هيك ضليتني أحبه. وإمتى آخر مرة شفتيه بالحفل؟ آخر مرة شفته عند المسبح، وما كنت متوقع أصلاً إنه يجي على الحفلة. كنت عم بحاول إنه نقعد نحكي لحالنا. كان عم بيحكي لي إنه بده يلاقي الدبدوب قبل كل حدا، وكتير كان بده الدبدوب، بس ما فهمتش ليش. أمل؟ شو بنعرف عن عيلته؟ اوكي امه وابوه بتوفوا لما كان عمره سنة، بعدين رجع عاش مع جدته وتوفت لما صار عمره 11 سنة. 11 سنة. لين؟ بتعتقدي الدبدوب له أي سبب متعلق بماضي أو سته؟ هو كان بيحب سته كتير، وكان دائما بعد المدرسة يروح يركض على البيت بس عشان يروح يدير باله عليها. وواضح ما كان تمام، بس إنه ما عمره كان يهمه أصلا المصاري. فما أعتقد الدبدوب له دخل بغرض مادي. وين راح بعد ما دخل للفيلا؟ بعدها ما شفته بالمرة، بس بعد ما راح إجا حازم. حازم. ما قلتليش عجبك الورد اللي انا بعتهولك؟ مش عارف عجبك كيفي، شحال مش معبرك. لين؟ لما انطفت الكهرباء وطلعتوا للمسبح برا، احنا وقت الجريمة، كنتي أول وحدة. لأنه لما انطفى الضوء قلبي حسسني إنه صار له إشي. بس في إشي، بعد ما كنا طلعنا لبرا آخر واحد وصل كان حازم.